وصفة هندية هتقل شعرك تخليه باروكة، واخداها من واحدة هندية، واخداها عن جدتها، وجدتها واخداها عن جدتها، وهلوم جرة. تعالوا اقولك السر. ربنا ابدا ما انطق بكلمة. قلب حلو زي قلبك، وتوسي على علامة الحفظ، اوعي تنسي. وشير على قد ما تقدري للفيديو، ولو الفيديو ده على تيك توك اعملي اكسبلور، ارفعوه بقى. وما تنسينيش في دعوة حلوة في الكومنت. قالت لي بقى كالاتي، قالت لي ان هما بيجيبوا الحلبة، ايوه الحلبة الحصى العادية بتاعتنا دي، بتغليها بالحب بتاعها، تغليها لحد ما تقسر، يعني تتغلي كتير، يعني ممكن تحطها على النار. بتقولي بنحطها 3 ساعات 4 ساعات، تغلي حلو قوي والحب بتاعها ينفش كويس. بعد كده بيضيفوا عليه زيت حنة، وزيت حبة البركة، وبيضيفوا عليه زيت قرنفل، وبيضيفوا عليه زيت ريحان. وقالت لي جدتها قالت لها ان لو حد عنده فراغات في الشعر او اي اماكن فاضية، بتزود على الوصفة دي زيت توم وزيت روزماري. لو انت مهتمة وعايزة تعرفي النسب مظبوط وطريقة الاستخدام والمدة كمان، سيبي كومنت وانا هرد عليكي. وما تنسيش عاملين عروض قوية جدا في جرين شوب على كل الخامات الطبيعية والزيوت الطبيعية والحنة السوداني كمان.